تخيل تجيلك منحة من كامبريدج اللي تعتبر من أكبر الجامعات في العالم واللي فيها دكاترة معاهم جايزة نوبل، وتقرر تسيب كل ده علشان مامتك مش قادرة على بعدك. هو ده بالظبط اللي عملته شام الذهبي بعد ما أقنعتها أصالة تسيب حلمها لأنها مش قادرة تعيش من غيرها. أصالة مرتبطة بولادها بطريقة فظيعة، ما تقدرش تعيش بعيد عنهم حتى وهما معاها جوه نفس البيت، لدرجة إن أوقات كتير كانت بتنام هي وولادها على نفس السرير من كتر ما هي مش مستوعبة إنهم ممكن يبعدوا عنها. ده اللي خلى أصالة تقنع شام بالعاطفة إنها تسيب المنحة الكاملة اللي جات لها من كامبريدج وتيجي مصر تكمل الدكتوراه عشان بس تفضل جنبها، حتى لو العقل والمنطق بيقولوا كلام غير ده. بس الموضوع لما يبقى فيه ولادها المنطق بيختفي. الطبيعي أصلا في موقف زي ده إن أصالة هي اللي تعقلها وتقول لها يا بنتي دي حياتك وده مستقبلك، لكن هي كانت أول المشجعين على قرار إنها تسيب كامبريدج وتيجي تكمل الدكتوراه في مصر. ده حتى صحاب أصالة وعيلتها فضلوا يتحايلوا عليها علشان تسيب شام تكمل مستقبلها، دي كامبريدج يعني مش هزار. لكن ولا الهوى، هي المهم عندها إن شام تفضل جنبها. لكن شام نفسها بعيداً عن ضغط أصالة عليها حست إنها ممكن هناك تتعلم وتكسب حاجات كتير، لكن إنها تعيش 4 سنين بعيد عن مامتها وإخواتها هيخليها تخسر حاجات أكتر بكتير، ومهما كان اللي هتتعلمه هناك مش هيعوض أبداً وجودها معاهم. وفعلاً رجعت شام علشان تكمل الدكتوراه في مصر، ومن غير ما تخطط لأي حاجة لقت نفسها بتميل إنها تشتغل على دراسة الجلد والكريمات ضد الشيخوخة، لغاية ما بقت قادرة إنها تفتح عيادة تجميل متخصصة في كل حاجة ليها علاقة بتجميل وعلاج الجسم والبشرة. وفعلا فتحت عيادة التجميل الخاصة بيها في 2019، واللي ما خدتش وقت كبير علشان تتعرف بسمعتها الكويسة، واللي فنانين كتير برضو بقوا زباين دايما عندها زي رضوى الشربيني وجميلة عوض وهدى المفتي وبيج رامي وغيرهم كتير. لو رجعنا بالزمن لورا شوية هنلاقي شام من وهي صغيرة كانت بتحب العلم جدا، وكانت ذكية وشاطرة لدرجة إن هي وعدت مامتها إنها لما تكبر هتخترع كريم مخصوص علشان أصالة تفضل حلوة وصغيرة على طول. لكن في نفس الوقت شام ما كانتش بتحب الدراسة من البداية، كانت دايما تكسل تذاكر وتحضر، والمدرسة على طول كانت تشتكي منها، لغاية ما جات لها أصالة في يوم واستخدمت معاها أسلوب العاطفة اللي كده كده نتيجته مضمونة. فضلت تعيط وتقول لها يعني أنا أتعب وأشتغل وأعمل كل ده عشانك وأنتي بعد كل ده ما تقدريش اللي بعمله؟ الجملة اللي قالتها لها دي زي ما تكون كان فيها مفعول سحري. الجملة دي هي اللي غيرت شام من بنوتة كسولة مش بتحب الدراسة لدكتورة كيميائية بتسعى إنها تخترع منتج يخلي البشرة تفضل شباب على طول. شام حبها لمامتها هو اللي بيحركها، ده اللي خلاها مش بتحب تسمع أي كلام مش كويس بيتقال عليها. دايما كانت تسمع كلام من فصيلة طبعا ما هي بنت فنانة فلازم تبقى مهملة وماشية على كيفها. وبالرغم من إن سنها كان لسه صغير وصعب عليها تفهم الكلام ده، لكن برضو الكلام ده هو اللي شجعها علشان تبقى دكتورة شام الذهبي. الكيميائية شام الذهبي قلبها أبيض بشهادة كل اللي اتعاملوا معاها، شخص مش شبه العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. وأكبر دليل على ده إنها فكرت إزاي تعالج مشكلة، مش مجرد تفتح بيوتي سنتر وتبقى صاحبة براند تجميلي وخلاص. هي شافت إزاي تقدر تفيد صحة الناس وتوعيهم بالعلم اللي عندها.